السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا قريب إن شاء الله من شهر رمضان، بقت إلا أيام قليلة وها نحن في هذا الشهر إن شاء الله تعالى. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. الكثير من الشباب والكثير من الناس كيوفقهم الله عز وجل في شهر رمضان للعبادة، للصلاة في الوقت ديالها وفعل الخير، قراءة القرآن وما إلى ذلك، الكثير والكثير جدا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني هذه ماشي صلاة المنافقين ولا هذوك الناس اللي كيعبدوا غير رمضان ولا لا، وإنما أراد الله بهم الخير. شحال ديال الناس دخلوا في رمضان للعبادة وما خرجوش منها، ولكن لا بأس أننا ننبهوا هاد الناس اللي كيصليوا وكيعبدوا غير في رمضان، نقول لهم بأن العبادة هي دائمة، والإنسان المؤمن كيعبد الله تعالى حتى كيجيه الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هادشي اللي قال الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا غايتك في هذه الدنيا أنت أيها العبد أن تعبد ربك سبحانه وتعالى، وعبودية الله عز وجل هي حرية. عبادة الله هي حرية، وهي الحرية الحقيقية، لأن الإنسان مجبور على أن يعبد. إما أنك تعبد الله عز وجل ويعزك الله سبحانه وتعالى وتكون عندك الحرية والقوة والعزة والأنفة، وأنك لا تعبد سوى الخالق سبحانه وتعالى، وإن لم تفعل ذلك عبدت المخلوق. إما أنك تعبد الخالق وتكون في حرية وفي عز، وإما أنك تعبد المخلوق. فإذا لم تعبد الله عز وجل عبدت هواك، عبدت الشيطان، عبدت الدنيا، عبدت الدرهم، عبدت النساء، عبدت الأغاني والمغنيين والأفلام والمسلسلات. كل شيء يتذلل الإنسان له ويجعل حبه وشغفه وتعلقه به، فهذا نوع من العبادة. هذا نوع من العبادة، لأن العبادة في اللغة العربية هي التذلل. نقول بعير معبد أي مذلل، وطريق معبد أي مذلل. أما في الشرع العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال، والصلاة والصوم والحج وفعل الخير وبر الوالدين والإحسان إلى الناس والإحسان إلى الجار وما إلى ذلك. كل ذلك داخل في العبادة. ولكن هناك عبادات شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أن لا نفرط فيها، وهي اللي كتسمى بأركان الإسلام. أركان الإسلام ضروري الإنسان يحافظ عليهم. الشهادتان، يكون كيشهد بأن الله حق وأن الرسول حق وأن الجنة حق والنار حق إلى غير ذلك، فهذا كله داخل في الشهادتان. ثم باش تصدق هاد الشهادتان خصك تصلي، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيل. هذه هي الأركان ديال الإسلام: الشهادتان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع. فضروري يحافظ الإنسان عليهم باش يكون من العابدين لله سبحانه وتعالى، ويدخل في زمرة عباد الله الصالحين. لأن الجنة ماشي أي واحد كيدخل لها، لا، أول شيء خصك تدخل في عباد الله الصالحين، تدخل في الطريقة ديال الصالحين اللي كنقولوا دائما احنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم فكانوا يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويجاهدون ويقيمون الليل ويضحون بالغالي والنفيس حتى وصلوا إلى الجنة. يعني الجنة ماشي غير يجي يوصل لها. فلهذا الإنسان كيطلب الله عز وجل يكون من أهل الجنة، ولكن كيدير العمل ديال أهل الجنة. خصك دير العمل من أهل الجنة باش تدخل للجنة إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح في هذا الشهر الطيب المبارك.